نصيحة يشوفون هاي القصة للنهاية. مو؟ نعم. يلا. يوم من الأيام، تعال علوش اسمع حبيبي. هذا اكو رجل هو تاجر والله ممكنه، ولكن الزوجة هاي يجيب بالفلوس الرجال وهي تصرف بدون وجع قلب. ذاك اليوم هذا الرجال يعني صارت عنده مشكلة ويا زوجته، فزوجته سوت خلته راحت لأهله زعلانة. فمن راحت زعلانة الأب بعد صارت فرصته، لزم ابنه قال له ابوي انا بعد ما اعطيك مصرف، انا اريدك يعني تشتغل يابا، انا ابنك وانت تاجر يعني المن اشتغل انا، انت فلوسك كل مره رايدني. قال له ما يخالف، اريدك تحس بطعم الفلس شلون يجي، حتى من الصرفه ما صرفه بدون وجع قلب مثل امك. قال له انا اريد منك يوميه يعني خلينا نقول 5000. الولد هذا بعده شاب يعني قال له ايه اجيب لك اياه، شنو يا 5000؟ طلع هذا الولد من الصبح راح وين؟ على امه بيت اهلها. وصل هناك شاف امه قعد يمه تخبلين ايش يسوي فيا ابويا؟ يقول لي اطلع للشغل واريد من عندك 5000 يعني. وبدا يحكي والامايه هم تحكي وياه. زين هسه هذا من شاف الامايه وياه الولد يعني تشجع، قام يوميا يجيها هي يشيلها 5000 وتطيه. يجي الولد يم ابوه يجيب ال 5000 يعطيها لابوه، ابوه يلزم ال 5000 ويشققها. مره مرتين ثلاثه الولد يقوم يهز بيده ويروح. ذاك اليوم راح الولد وين؟ على امه، ما لقاها، انتظرها ساعه ساعتين ماكو. زين هذا شلون يرجع لابوه وهو ما جايب ال 5000؟ كل مره يجيب ال 5000 ويشققها، هالمره شو يقول له؟ ماكو شغل. الاب هو راب بسوق يعني، فانت من جاي يشوف ابنه نظيف يدري بيه ما جاي يشتغل، راح متختخ يم امه. فسوى هذا يعني الولد راد يشتغل، طب للسوق. بالسوق ايش يشتغل؟ ماكو. قام يوصل نسوان بالعلاليق مالته، ساعه يدفع عربانه، ساعه يصير حمال، ساعه يوقف يوم ابو مخضر، ساعه يبيع علاليق، راد يجمع ال 5000 شلون ما كان ما تجي وياه. المهم صارت غربت الدنيا، يلا يقدر يجمع ال 5000. جاب ال 5000 وراح لابوه، جاب ال 5000 انطاها لابوه، ابوه شقن، هذا شقهن وهذا نزلت دموعه. قال له ليش شقيتن؟ قال له شفت ابوي لان انت تعبان بيهن. صحيح. لاني تعبان بيهن، فهمت علاوي؟ لان شنو؟ لان تعبان بيهن، ما دامك حسيت بيهن ذن تعبان بيهن. فابوي تعلمت الدرس هسه لو لا؟ ترى انا الفلوس ذن كلهن قدامك وذن الك، بس اريد اكون من تصرفهن بالمكان الصحيح، لان ابوك تعب بيهن، وابوك ما جابها بالسهل، طلع واشتغل وتعب واشتغل عماله واشتغل حمال عند الناس لحد ما صار براسه خير. فلذلك وهاي نصيحه علما للنساء او للشباب، رجلك ما جاي يجيبها بالسهل، رجلك جاي يجيبها بتعب، يطلع من الصبح ما يرجع الا الظهر، ومن يجيب لك الفلوس حافظوا عليهم. الله يحفظنا ويحفظكم بحق محمد وآل. طبعا هذا العمل اللي شفتوه من البدايه للنهايه كان بجامع اشتغلناه انا والشباب لوجه الله تعالى. ابو حيدر مشكور وجزاك الله خير. سيد باقر ما قصرت، وهذا الخلفه مالتنا. حبيبي الله يحفظك. علوش حبيبي مشكورين يا قلبي. الله يحفظكم ويبارك بكم، وان شاء الله بعمل قادم باذن الله الله يوفقكم ان شاء الله.